فيلمنا بيبدأ مع لو وهو بيسرق سور حديد بالليل، وبيجي شرطي وبيسأله بتعمل ايه، فبيقول له انه تايه، وبيطلب منه الشرطي بطاقته فبيديله البطاقة وبيضربه وبيسرق ساعته وبيهرب. وبيروح يبيع الحاجات اللي سرقها لمقاول، وبيطلب منه انه يشغله معاه براتب قليل او حتى كتدريب، وبيقول له انه شخص مجتهد وانه عنده اهداف وبيتعلم بسرعة. لكن الراجل بيقول له انه مش هيشغل حرامي معاه، فبيبتسم له وبيمشي. وفي طريقه بيشوف حادثة عربية والشرطة بتساعد المصابين، وبيشوف ناس بتصور الحادثة، وبيسأل الراجل هو الشغل ده ايه، فبيقول له انه صحفي حر واسمه جو لودر، وبيصور الحوادث اللي بتحصل بالليل في لوس أنجلوس وبيبيعها لقنوات الأخبار. وبيسأله له لو ينفع يشغله معاه، فبيقول له مفيش وظيفة متاحة. وبيتفرج له على الأخبار في التلفزيون وبيقرر انه عايز يشتغل صحفي. وبيروح يسرق عجلة من حد وبيبيعها، وبيشتري كاميرا فيديو وراديو شرطة عشان يبدأ الشغل. وبيبدأ ينزل الشوارع بالليل وبيسمع البلاغات من الجهاز اللي معاه، وبيتحرك على المكان وبيصور الحادثة. وبيواجه مشاكل في البداية زي ان الشرطة بتمنعه من التصوير وبتبعده عن مكان الحادثة، وانه كمان مش عارف يتحكم في الكاميرا. وفي يوم بيصور له حادثة عربية وبيروح يبيع الفيديو لقناة أخبار، وبيعرض الفيديو على المخرجة اللي اسمها نينا، وبيعجبها الفيديو لأنه كان قريب جدا من الضحية. وبيشوف المحرر فرانك الفيديو وبيقول لها انه ما ينفعش ينشره لأنه في مشاهد دموية صعبة، لكن نينا بتقول له انهم محتاجين لقطات كتير زي دي عشان تشد الناس وتأثر فيهم. وبتشتري الفيديو من لو بمبلغ قليل، وبتقول له يشتري كاميرا عشان يصور احسن، وبتطلب منه انه يكلمها كل ما يكون معاه فيديو عن جريمة او حادثة، لان الناس بتهتم اكتر بالجرائم، ويفضل ان الضحايا يكونوا اغنياء عشان الناس تتأثر اكتر. بيتعلم لو وبيكمل شغل، وبيقابل واحد اسمه ريك، وهو شاب شبه عاطل ومحتاج وظيفة وفلوس. ولو بيشغله معاه لانه عارف الاماكن في لوس انجلوس كويس، ومعاه موبايل فيه GPS. وبيكون وظيفته انه يتعلم اكواد الشرطة ويسمع راديو الطوارئ ويشرح الطريق للو، وطبعا يساعده في تصوير الحوادث. وبيسمعوا في الراديو ان في حادثة وبيتحركوا على المكان، لكن بيوصلوا متأخر ومش بيلحقوا يصوروا حاجة لان ريك وصف الطريق غلط. وبعد كده بيروحوا لمكان حادثة تاني وبيكون في بيت اتضرب عليه نار، وبيدخل لو للبيت بدون ما حد يشوفه ويصور اثار الطلقات ويصور اصحاب البيت. وبيبيع الفيديو لنينا وبيعجبها وبتصمم تنشره رغم ان فرانك معترض عليه لان لو دخل البيت بدون اذن وصور المكان. نينا بتشجع لو على شغله وبيقول لها انه ما كانش عنده فرصة يتعلم التعليم بتاع المدارس، لكن هو بيتعلم على الانترنت ويطور نفسه ويبقى عنده اهداف، وهو شايف انه بيحب شغل الصحافة وهينجح فيه. بيستمر لو في شغله وبيتطور فيه وبيصور حوادث وجرائم كتير، ومعاه شريكه ريك، وبيكونوا هم اول ناس يوصلوا لاماكن الحوادث. وبينزل الفيديوهات على الموقع بتاعه، وكمان بيشتري عربية جديدة وبيكون مش متأثر بالحوادث اللي بيصورها، لكن أهم حاجة عنده التصوير، لدرجة إنه بيحرك ويجر واحد مصاب في حادثة عربية من مكانه عشان يصوره بشكل واضح. بيطلب له من نينا إنهم يروحوا مطعم سوا وإنهم يدخلوا في علاقة، لكن نينا بتقول له إنها أكبر منه بكتير وكمان مش هتدخل في علاقة مع حد بتشتغل معاه. فلو بيقول لها إنها محتاجاه لأن القناة بتاعتها معتمدة على أخبار الجريمة والحوادث، وإن هي لو رفضت فهو مش هيشتغل معاه، وكده وظيفتها في خطر لأن نسب المشاهدة هتقل ومش بعيد تترفض من القناة. فهي محتاجاه عشان شغلها وهو محتاجها عشان علاقة عاطفية وكصديقة كمان. بيروح الصحفي جو يقابل لو وبيعرض عليه إنهم يشتغلوا سوا وينضم لفريقه بعد ما لو نجح في شغله وبقى يوصل ويصور الحوادث قبلهم، وبكده هيقدروا يشتغلوا أكتر ويكسبوا فلوس أكتر. لكن لو بيرفض وبيقول له إنه حابب يشتغل لوحده. فجو بيقول له انت هتندم لاني هسيطر على المنطقة كلها. لو بيقول له انه مش مهتم. وفي يوم بيكون في حادثة سقوط طيارة، لكن لو وريك بيوصلوا متأخر، وبيكون جو وصل وصور الحادثة قبلهم. وبيروح لو يعرض فيديوهات كتير على نينا، لكن بتتخانق معاه لانها عايزة حادثة الطيارة وعايزة اخبار تشغل الناس زي ما هو وعدها. بيتعصب لو بسبب اللي حصل وبيروح يعمل حاجة في عربية جو. وبالليل بيروح هو وريك عشان يصوروا حادثة عربية، وبيكون جو هو اللي عمل الحادثة بعربيته وحالته صعبة، وبيروح له وبيصوره. بيروحوا بعدها البيت في حادثة ضرب نار، وبيوصلوا قبل الشرطة، وبيدخل له للبيت وبيصور المجرمين الاتنين وهما بيهربوا بعربيتهم. وبعدها بيدخل البيت وبيصور الناس المقتولين فيه وبيهرب قبل ما الشرطة تيجي. بتنبهر نينا بالفيديو لأنه مهم، وبيقرروا يعملوا تشويش على وجوه الضحايا عشان ما يتعرضوش لمساءلة قانونية. وبيحصل خلاف ما بين نينا ولو على سعر الفيديو، وبيقول لها لو إن عنده طلبات لازم تتنفذ. أولها إن الفضل ينتسب ليه ويعرضوا اسم شركته لأنه صور حوادث مهمة وخلى نسبة مشاهدة القناة تزيد. وتاني حاجة يتعرف على الفريق وعلى مدير القناة والمراسلين ويطور علاقاته الشخصية.
وإنه لما يطلب سعر ما تتفاوتش معاه على سعر أقل. بيتعرف لو على الناس في القناة وبيعرضوا فيديو جريمة القتل، وبتكون نينا مركزة على إن الخبر يشد الناس وبتدي تعليمات للمراسلين، وفعلا بيقولوا إنها جريمة قتل بشعة وإن في 3 ضحايا وإن المجرمين هربوا، وبيكرروا الكلام ده عشان الناس تتخض وتتابع الأخبار. وفعلا نسب المشاهدة بتزيد، وبينسبوا الفضل لشركة لو وإنهم بياخدوا اللقطات منه. بتروح الشرطة البيت لو وبتحقق معاه لأنه دخل البيت اللي حصل فيه جريمة القتل وصور الضحايا، فبيقول لهم إنه سمع جرس الإنذار ودخل البيت عشان يقدم المساعدة، وبعدين صور اللي حصل. وبيسألوه عن مواصفات المجرمين اللي هربوا، لكنه بيكذب عليهم وبيقول إنه معرفش يشوفهم أو يشوف أرقام العربية لأن الدنيا كانت ضلمة. وبتطلب الشرطة نسخة من الفيديو اللي صوره، فبيدوهم نسخة بعد ما شال منها لقطة المجرمين اللي صورها. وبيشوف له الفيديو وبيعرف رقم عربية المجرمين وعنوانهم، وبيروح هو وريك للمكان وبيستنوهم تحت البيت لحد ما ينزلوا ويمشوا وراهم، وبعدين بيبلغوا الشرطة عن مكانهم ويصوروا لحظات الاعتقال. وبيقول له لريك إن في مكافأة $50,000 للي يبلغ عن القاتلين، وبيصمم ريك إنه ياخد نص المبلغ وبيوافق له بصعوبة. وبيقول ريك للو إنه محتاج يتعامل مع الناس على إنهم بشر ويتناقش معاهم مش يديهم أوامر وبس، وإنه مشكلته إنه مش بيفهم الناس. بينزل واحد من المجرمين وبيركب عربيته، وبيكون له وريك مراقبينهم وماشيين وراهم، وبيركب راجل تاني معاه وبيروحوا المطعم. وهنا لو بيتصل بالشرطة وبيبلغ عنهم وبيستنوا، وبيطلب له من ريك إنه ينزل من العربية عشان يصور اللي هيحصل من زاوية تانية، لكن ريك بيكون خايف وبيرفض ينزل. فلو بيقول له إنه ممكن يضربه دلوقتي ويطرده، فبيضطر ريك إنه ينزل يصور. وبتوصل الشرطة والمجرمين بيضربوا عليهم نار، وبيهرب واحد منهم بالعربية والشرطة بتطاردهم، وبيكون له وريك وراهم وبيصوروا اللي بيحصل. وعربية الشرطة بتتقلب وكمان عربية المجرمين، وبيروح له يقرب من عربية المجرم وبيقول للريك إنه مات وبيطلب منه يجي عشان يصوره. وأول ما بيجي ريك بيلاقي إن المجرم لسه عايش وبيضرب عليه نار، وبيخرج من العربية وهو مصاب وبيحاول يهرب، لكن الشرطة بتوصل وبتقتله. بيقرب له من ريك وبيقول له أنت طمعت في الفلوس وأنا مش هعرض شركتي للخطر عشان موظف غير موثوق فيه. ريك بيقول له أنت كذاب ومجنون، وإن المجرم طلع عايش وهو سابه يقتله. وبيموت ريك وبياخد له الكاميرا والتسجيل منه وبيمشي. بيروح له يدي الفيديو لنينا وبتنبهر بيه وبتشكره لأنه راح لها هي. وبتيجي الشرطة وبيكونوا عايزين ياخدوا شريط الفيديو لأنه دليل على الحادثة وإن في كذا شخص اتصابوا وماتوا بسبب اللي حصل، لكن نينا بتقول للشرطي إن الفيديو ده ملك للقناة وإنهم اشتروه من مصور حر وإنها هتنشره. بيجي فرانك وبيقول لنينا إنهم عرفوا من مصدر إن اللي حصل في البيت ده ما كانش جريمة قتل، لأن الشرطة لقت ممنوعات في البيت وإن المجرمين كانوا بيحاولوا يسرقوا، وإن هي دي الحقيقة ولازم ينشروها في الأخبار. لكن نينا بتقول إنهم هيعرضوا اللي حصل على إنه جريمة قتل عشان الجمهور يهتم أكتر، لأنهم بيهتموا بالجرائم وبيتأثروا بيها، وبترفض إنها تعرض الحقيقة. الشرطية بتكون بتحقق مع لو وبتسأله عن اللي حصل، فبيقول لها إنه كان في بيته ولاحظ إن في 2 معاهم عربية قدام بيته، ولما نزل شغله بالليل هو وشريكه ريك، وإنه عرف إن هم دول الاتنين اللي قتلوا الناس في البيت، وإن هم تقريبا شافوا الخبر اللي هو صوره عشان كده مشيوا وراه، وإن هو بلغ عنهم الشرطة وحصلت مطاردة وضرب نار، وإن شريكه ريك مات وهو بيعمل حاجة بيحبها. وبيكون الشرطية مش مصدقة اللي هو بيقوله، وبتقوله إنه خبى معلومات وإنه شاف المجرمين وقت ارتكاب الجريمة في البيت وتستر عليهم عشان يجيله فرصة يصور. لكن لو بينكر ده والشرطية مش بتقدر تثبت حاجة عليه. وبيخرج لو وبيعمل فريق وبيشتغل معاهم ويكمل في اللي بيعمله. وبكده يكون خلصنا ملخص فيلم النهاردة. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب القناة وتقولوا لنا رأيكم في الكومنتس. مع السلامة.